من أكثر المحتويات اللي أشوفها بدون فائدة فعلية هي محتويات الكابلز أو المتزوجين اللي يكشفون حياتهم الشخصية وإيش قد هم مثاليين وواحد يحب الثاني. هذا النوع من المحتويات يخبل البنات على الشباب ويخبل الشباب على البنات. شلون يخبلهم؟ أنا أشرح لك. الشاب يشوف وحدة جميلة فاتنة مثالية تسوي روحها على أساس يعني فيروح يتخبل على زوجته أو البنية اللي يحبها إنه ليش ما جاي يصير مثلها، والبنية تشوف هذا الشخص يتصرف بمثالية قدام الكاميرا وهم تروح تتخبل على زوجها. وبالحقيقة ذول اللي يمثلون المثالية هم أفشل ثنائيات على الإطلاق. راح يقول لي بعضكم انت تحسدينهم وانت تغارين وانت مدري ايش وتكرهينهم من هذا الحكي اللي سمعته هواي، بس بالحقيقة هم اصلا صدق فاشلين. نفس ما جاي نشوف باخر فترة اكو اثنين ثنائيات واللي ما اعرف اسمهم صراحة شنو، بس اللي اعرفه يسمونه شتال الحسين. دخيل ابو عبد الله عن هاي السوالف السخيفة مالتكم، بس خلينا نكمل. اول شي اثنين زوجين جاي ينشرون يومياتهم واشيائهم الشخصية، ورا فترة خانها وطلعت ببث تبكي وتحكي عليه ومدري شنو، ورجعوا وتزوجوا. يعني أمور تجذب الترند والمشاهدات، وتشوف بعض المقاطع يعلقون على زوجها ويغلطون عليه ويتدخلون بأمورهم الشخصية اللي المفروض أصلا ما يتدخلون بيها. أنا طوال ذيك الفترة اللي صاروا بيها ترند صراحة ما اهتميت. أنتم من البداية شكوا تنشرون حياتكم الشخصية، انفصلتوا خير على خير، كافي لا تظلون تمثلون حكي زايد. وللمرة الثانية همين رجعوا انفصلوا وهم رجعوا نشروا وظلوا يسوون ميمزات على زوجها هذاك شتال الحسين ومدري شنو. ومو بس هذول، هواي ثنائيات ثانيين كانوا يدعون المثالية قدام الكاميرا، وإنه هو زوجها وحبيبها المثالي اللي ما يخطئ والرائع، وهي حبيبته اللي تارس عينه ويحبها ويموت عليها. وبالأخير يطلع كله تمثيل وكذب قدام الكاميرا على مود ترندات، على مود فلوس وشهرة، بحيث يجبرون أرواحتهم يمثلون الحب قدام الكاميرا. يعني حتى إذا ما عندهم طاقة يطلعون سوا، حتى إذا ما عندهم طاقة يسولفون، لا، يروحون يجبرون أنفسهم. وهذا اللي أقوله من البداية، إنه أني أكره محتوى المرتبطين والمتزوجين، لأن حرفيا كله كذب كذب. أشوفه محتوى بدون فائدة ويا ريت ينقرض لين كرنج. حياتك الشخصية هي حياتك الشخصية، سموها حياة شخصية مو حياة عامة. مو تخليها فد مرجع أو فد مقاطع تسجلها وتنشرها. احترم نفسك واحترم زوجتك وعائلتك وخليها خاصة بيكم يعني. والشخص اللي راح يكون متضرر بهاي السالفة اللي صارت هو الابن أو الابنة اللي أهلا انفصلوا وصاروا مضحكة على الإنترنت وميمزات. الابن بالمستقبل راح يخسر ما يوجهه واحترامه. والله شنو أبوه وأمه تعاركوا وطلعوا ببث يعني وقاموا يغلطون، واكو بيهم والبنية قامت تطلع وتبكي وأنا ايش سويت ومدري ايش. يعني شنو متوقعين مثلا؟ وبس لا تنسون تتابعوني انستا، راح احط لكم الرابط بالوصف واليوزر باول تعليق، لان الانستا نايم حرفيا واليوتيوب نايم اكثر، بس شو اسوي، لازم نستمر بالنشر.